سلم لي على الجزائر الكل. ميرسي ميرسي. إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك. عسلامة، مرحبا بكم، رجعنا لكم تسمعوا في برنامج موعدنا أرضك على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بكل من يسمعوا فينا، وخاصة حتى اللي خارج تونس اللي يسمعوا فينا في الجزائر. ضيوفنا حاضرين محذنا مجموعة عائلة، مش مجموعة عائلة سي قريش عمر، معروف أبو صخر. مرحبا بك سي قريش. الله يسلمك. الأصل من الجزائر ومن سيدي عامر. من سيدي عامر، من المسيلة، تبعد على الجزائر حوالي 200 كيلومتر. مرحبا بك. الله يسلمكم. هو البرنامج بالأساس موجه للناس اللي يروحوا في الصيفية، اللي يجوا بالأساس التوانسة اللي يقروا، اللي يخدموا البر، يروحوا في هذه العطلة هذه. نحكوا معاهم في برشا مجالات. معليش. قصة سي قريش حاضر محذانا عمر، كونه بداها فكرة هكا، دارها تونس الكل، ولاية واختمها بولاية تطاوين. اليوم هو محذانا. نعم. مرحبا بك يا خويا، نتشرف بكم ونتشرف بتونس. في الحقيقة أنا نحب تونس من وأنا ندرس الأولى متوسط. كنت نسأل في الأستاذة نتاعي، نقول لها كم عدد سكان تونس؟ كانت حتى قالت لي حابب تزور تونس. قلت إن شاء الله. هذه الفكرة داخلت لي وأنا صغير. حبيت إن شاء الله نمسح الخريطة تاع تونس، والحقيقة مسحتها وديتها من الشمال حتى إلى الجنوب. ومن وقتاش بدأت الرحلة؟ بدأت من 2015. كل صيف في منطقة معينة. تختار منطقة معينة. كل صيف منطقة معينة. من 2015 من 2018. كاين 24 ولاية أظن، فهمتني. في تونس. الحمد لله الآن أنني نعرف كل تونس، نعرف ترابها، نعرف شواطئها، نعرف فهمتني، نعرف الطبيعة نتاعها، نعرف معناها. أصبحت عندي تونس كأنها أفدو، أنني دخلت الأفدو. الناس اللي من المناطق اللي مشيت لها الكل، شنو اللي حسيتها هيك مزيان، اللي حسيتها هيك باش تعاود ترجع له، اللي عجبك برشا؟ يا خوينا لحد الان انا نحب تاع الجنوب، تطاوين وهذه المناطق ودوز وهذه المناطق. انا نحب انا نميل اكثر لهذه المناطق هذه. مش سخانه شويه؟ في سخانه بصح، هي بالنسبه للشتاء تكون اظن تكون بارده. تكون بارده وتكون فيها مهرجانات. كان قفصه ثاني فيها مهرجانات ثاني حضرت نتاع فهمتني. والرحله كل صيف قداش تقعد معناتها؟ انا نقعد 10 ايام 15 يوم، 10 ايام ماكسيموم، 10 اايام. وفي الاوتيل الوتله عندك اصدقاء؟ نكري دار وحدك؟ دار وحدي. والعائله معاك كانت تقدمهم لنا؟ انا عندي العائله تاع، انا نميل للصحراء. قلت لك عندي عائله تاع شعراء. عندي هذه البنت الكبيره هي الخنساء، والبنت اللي بعدها صخر. هذه من القصه من القصه البدويه. انا نحب القصه البدويه. وعندي معاويه ما شاء الله، لان اخوهم الثالث في الشعر، هو اخوهم بالله. وعندي هذه تيماء، لان الصغرون. اعطينا العمر. تيماء قديش عمرها؟ تيماء عندها عمرها 5 سنوات. ما شاء الله. وهذا 12 سنه، والخنسة 20 سنه، وصخر 16. وعندي الام، انا استاذ وهي استاذه ايضا. استاذ في ماده العربيه. نورتونا بحضوركم. مرحبا بكم العائله الكل. شنو تنجم تسمعنا سي عمر؟ يا خويا انا نحب تونس، نقول لها انت الورود والورود يهدى، أنت الورود والورود يهدى، فأي حبيب أهديه أنت، وأنا في شوق أن يهديني هو أنت. ركبت الجواري والبحر طويل فيك، رافقتني العصافير والدموع عنك، تسليت في سفري بقراءة قصص الأطفال، وأنت البراءة تكتب عنك. هذه هدية لتونس الحبيبة. شكرا لك سيدي. من كتابتي من الكتابات توعي. نورتنا سيدي. الله يسلمكم. شكرا لكم. ولتونس الجزائر عائلة واحدة واخوات. نشكركم من قديم الزمان، ومرحبا بكم في أي وقت. الله يسلمكم. نورتونا بحضوركم، ورحلة كانت مزيانة من باب التغيير. كون وقت اللي نمشوا البلاصة نحاولوا نغيروا طريقة رحلتنا، الطريقة التقليدية نتاع نمشي للبحر ندور، هيك هي الرحلة العادية النموذجية البسيطة، لكن طريقة مختلفة. نعم. لأن السياحة
السياحة هذه مش مثلا قال أكل وشرب وروح للشاطئ. السياحة هذه اكتشاف، اتصال. الفكرة منين جاتك؟ وهل عندك بروجي آخر في قادم الأيام؟ يا أخوي أنا البروجي تاعي قلت لك نحب تونس من قبل، هذه من صغري. ثانيا أنني ختمت الجزائر 48 ولاية تاع الجزائر مسحتها، حبيت نطبق تونس. فهمت، ونجحت فيها الحمد لله، وما زالتنا ممكن المغرب، ممكن جماهيرية، ممكن. أنا قاعد نحضر لكم في غنية جزائرية مزيانة. لكن ما نجمش نقول كلام نسمعها لك. فما معناتها البرنامج، فما رحلة أخرى صحيح تونس ما عادش ترجعوا لها بعد ما كملتوها الكل؟ ولا ما زلتوا باش ترجعوا؟ لا ممكن نرجعوا لها في سياحة عادية، لكن بالنسبة لي، بالنسبة الكتالوج تاعها معناها انتهت. به يعطيكم الصحة، نورتونا. يعطيكم الف صحة، وان شاء الله تكون الختامها مسك من اذاعة تطاوين ان شاء الله. بلادي هي الجزائر. هي الاغنية باش نختموا بها هذه الانترفيو معك. تفضل سي عمر. كاين جماعة في الفيسبوك اتصلوا بي، اسمها مانيش محضرها الان، من نتاع جريش مثلا، شعلاء مثلا. فهمتني، نبلغ لهم السلام. فهمتني، هذه اللي تسمع في راديو تطاوين. نعم نسمع في راديو تطاوين، خاصة في الليل. في الليل. يعطيك الصحة سيدي، نورتنا. شكرا ليك، تحياتنا للعائلة الكل. هذه الجزائر، تحياتنا الكل الجزائريين اللي يسمعوا فينا. شكرا ليك. صحيح، بارك الله فيك.